بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة لرسالة نافعة بعنوان رسالتي إلى طيب الجد صاحب المبادرة، بقلم الشيخ الفاضل أبي عبد الله حسن بن عطا الله النفيعي وفقه الله. قال الشيخ حفظه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. فإن الاجتماع الذي حصل ما يسمى بنداء أهل السودان افتتح بقصيدة استغيث فيها بغير الله، نادوا فيها الأموات وتركوا الله وراء ظهورهم وظنوا أن هذا هو الحل وقد كذبهم الله. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. يا أيها الطيب الجد، لتعلم علم اليقين وليعلم قومك أنه ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل التوحيد. يا أيها الطيب الجد، كيف تحل مشاكل السودان بمن سميتموهم الأولياء الضعفاء من كل وجه ويعرض عن الله القوي الغني؟ قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الطيب الجد، كيف تحل مشاكل السودان بالعاجز ويعرض عن الله القادر؟ قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. يا أيها الطيب الجد، كيف تحل مشاكل السودان بالميتين ويعرض عن الحي القيوم؟ قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا أيها الطيب الجد، كيف تحل مشاكل السودان بأرباب متفرقين ليس لهم من الأمر شيء ويعرض عن الله الذي بيده الأمر إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟ قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا أيها الطيب الجد، كيف تحل مشاكل السودان بمن لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ويعرض عن الذي له ملكوت السماوات والأرض؟ قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يا أيها الطيب الجد، كيف تحل مشاكل السودان بمخلوق ضعيف يأكل ويشرب وينام ويمرض وينسى ويخاف ويموت ويعرض عن الخالق الأحد الصمد؟ قال تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وقال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أيها الطيب الجد، والله إن ذهاب الدنيا بأسرها وجعل السودان في أمر مريج أهون عند أهل الحق والتوحيد من قيامكم لحظة وقولكم كلمة بين يدي أهل السودان تنشرون بها الشرك وتدعون فيها إلى الوثنية والقبورية. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وختاما، سؤال لمن شم رائحة السياسة: رجل طرح مبادرة لحل مشاكل السودان الكبرى في نظره وجدت تأييدا وقبولا من البعض ومعارضة من البعض الآخر، فلا بد إذا عقد مؤتمرا لها أن يكون قد اطلع على البرنامج المعد، لأن بعض فقراته المقترحة ربما تقضي على المبادرة بالكلية. فالسؤال لمن شم رائحة السياسة: هنالك طائفة كبيرة من المجتمع السوداني لها أتباعها ومحبوها ولها من يستمع لها ولها مساجدها الكثيرة وهي مليئة بالمصلين ولها أقلامها وخطباؤها ولهم من الفصاحة والبيان ما شهد له العدو قبل الصديق.
تنظيم مبادرة الرجل الموصوفة سابقا لحل مشاكل أهل السودان يقدم لها بأشعار ومدايح حملت عنوانا يفرق ولا يجمع، يبغض ولا يؤلف. وربما أدت هذه الأشعار لحملة قوية على هذه المبادرة، فمن يسمع لهذه الأشعار ويبشر لها فهو أحد رجلين: إما أنه لا يعرف السياسة، أو أنه يتعاون مع جهة معينة تريد للسودان، والحر تكفيه الإشارة فلا داعي للإثارة. اللهم اجمع أهل السودان على الحق المبين. وكتب أبو عبد الله حسن ماطر النفيعي في اليوم 11 من محرم لعام 1444 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.